اكيد بتقفي قدام المرايه وتسالي نفسك هي الاطفال بتكذب ليه؟ انا شخصيا ما عنديش اجابه قاطعه للموضوع، لكن لو كملنا مع بعض الفيديو للاخر ممكن نتكلم مع بعض في الاسباب والاحتمالات. ممكن جدا يكون الطفل بيكذب علشان خايف وخايف قوي، وفي الحاله دي لازم تكسبي ثقته وتقدمي له الضمانات الكافيه علشان يطمن ان هو لو عمل اي حاجه مهما كانت وقال الحقيقه مش هيتعاقب. انا عارفه ان الموضوع شويه فيه شبه من استراتيجيات الحرب يعني، بس انت كأم فاهمه اللي بيحصل. ممكن جدا يكون الطفل بيكذب علشان خاطر فاكر نفسه اذكى قوي من اللي حواليه، وانه هيعرف يضحك علينا كلنا وهيعرف يطلع من المشكله عادي. في الحاله دي في كل مره نفقسه فيها هنعرفه علشان خاطر نقول له ان الكذب ملوش رجلين، وان ماما وبابا اذكى منك. في سبب كمان ممكن يكون الاطفال بيكذبوا علشان خاطره ان هو عايز يجرب. ايه اللي ممكن يحصل لو كذبت؟ يعني لو كذبت ماما وبابا هيعرفوا؟ مش هيعرفوا؟ طب هيعرفوا ازاي؟ انتوا عارفين الاطفال في السن ده بيحبوا يدوسوا كده على كل الزراير. واخيرا لو كل الاسباب اللي انا قلتها لك دي انت حاسه انها مش مقنعه وان هو بيكذب بشكل متكرر وبطريقه مرضيه، اعتقد كده ان انت محتاجه تروحي لدكتور نفسي. شاركوني واكتبوا لي في الكومنتس يا ترى لو قابلتكم مشكله زي دي اتعاملتوا معاها ازاي.